متابعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى مسك الختام في هذه الحلقة، ونذهب نحن وإياكم الآن إلى مديرية حبان لنستقبل الشاعر الرابع معنا في هذه الليلة. رحبوا معي وأسمع تحية لعدنان الهيج من حبان. شاعر أنا عملاق مدمن تحدي، والخصم يحصد من شروقي غروبه، لي قدرة هزم جيش شعار وحدي، والجيش في صدي يلاقي صعوبة. لي قدرة هزم جيش شعار وحدي، والجيش في صدي يلاقي صعوبة. وبليس لا جاي يعلن حرب ضدي، لا بدي يعلن توبته من ذنوبه. وبليس لا جاي يعلن الحرب ضدي، لا بد يعلن توبته من ذنوبه. رمحي على ظهري وسيفي بيدي، والمستحيل أهواه وعشق ركوبه. يعني أنا عندي صلابة وعندي للحب رقة قلب تسكب عذوبة. قصيدة المشاركة في مجال الغزل تحت عنوان فاتنة، ويقول: قصين الورد من لمسة أصابعها الرقيقة ذاب، وملمس كفها ذوب مفاصل دلة القهوة. خجولة كلها رقة رشيقة شكلها جذاب، حنونة ناعمة في طبعها ما تعرف القسوة. أميرة فاتنة حلوة أنيقة تسحر الألباب، كحيل الطرف تبلي من تصيده بالنظر بلوة. أميرة فاتنة حلوة أنيقة تسحر الألباب، كحيل الطرف تبلي من تصيده بالنظر بلوة. مليحة ما تلاقي أي شي في طبعها ينعاب، وفي عين الصفاء ما كنها إلا صفوة الصفوة. أصيلة في أدبها نالت التقدير والإعجاب، رفيعة شان تتربع عروش العز والنخوة. غزالة من يقول اصطادها بقول له كذاب، ومهرة يا عربية ما لها عثرة ولا كبوة. غزالة من يقول اصطادها بقول له كذاب، ومهرة يا عربية ما لها عثرة ولا كبوة. ملامح وجهها الساحر، ملامح وجهها الساحر تريح القلب والأعصاب، وعذب إحساسها للخاطر المكسور به سلوة. وروعة لونها الأسمر تناسب جوها الخلاب، وهزت خصرها الناحل بلغ في الفتنة الذروة. وروعة لونها الأسمر تناسب جوها الخلاب، وهزت خصرها الناحل بلغ في الفتنة الذروة. وخصلات الشعر نسم الدلع وقت السحر تنساب، كأنه في مهب الريح رايه تعتلي ربوة. وشامت خدها تعكس حلاوتها على الأهداب، وكأن الخد لوح السحر يجذب كل شي نحوه. وشفتها الرفيعة كأنها عناب في عناب، وشفتها الرفيعة كأنها عناب في عناب. وبسمة ثغرها عالم من الإحساس والنشوة، وبسمة ثغرها عالم من الإحساس والنشوة. بخطوة ثابتة تمشي وتشرخ خاطر الأحباب، يشابهها ملك عملاق يمشي واثق الخطوة. بخطوة ثابتة تمشي وتشرخ خاطر الأحباب، يشابهها ملك عملاق يمشي واثق الخطوة. إذا غابت بقايا عطرها في دارها ما غاب، وطيب أنفاسها له في زوايا الأمكنة حكوة. حلاها ماء والماء النقي هاليوم شفته راب، ومعدنها الوفي للي ملكها يعتبر ثروة. وعالم حسنها أكبر. حلاها ماء والماء النقي هاليوم شفته راب، ومعدنها الوفي للي ملكها يعتبر ثروة. وعالم حسنها أكبر من الأسماء والألقاب. وبحث صوتها يلا اجعل روحي لها فدوة. وسلامتكم. صح الله لسان الشاعر عدنان الهيج من مديرية حبان. صح لسانك يا عدنان. صح بدنك. ما هذه القصيدة الجميلة الغزلية؟ نستمع نحن وإياك الآن إلى رأي لجنة التحكيم. نبدأ بالأستاذ محمد سالم الأحمدي. عدنان الهيج، رأيي فيك منذ اليوم الأول بأنك شاعر عذب عذب عذب، وقدمت لنا اليوم ما يؤكد رأيي فيك. بصراحة قصيدة أستطيع أن أقول حتى إن عدنان الهيج تفوق فيها على نفسه.
فيها من العذوبة وفيها من الجمال وفيها من التصوير وفيها من الرقة ما لا يستطيع أن يأتي به إلا شاعر عذب حجم عدنان الهيك. منذ البيت الأول قصين جميل جدا جميل جدا. قصين الورد من لمسة أصابعها الرقيقة ذاب، وملمس كفها ذوب مفاصل دلة القهوة. يعني استهلال بقصيدة، هذا الاستهلال لحاله بقصيدة. لو جيت أقتبس كم بقتبس؟ القصيدة كلها عبارة عن سبيكة، القصيدة كلها لا تستطيع أن تقتبس منها أبيات، لأن كل بيت أجمل من الذي قبله. وخصلات الشعر نسمة دلع وقت السحر تنساب، كأنه في مهب الريح راية تعتلي ربوة. قمة يعني أنت عيشتنا معك مشاهداتك. يعني استطعت أن تقدم لنا لوحة فن تشكيلي، رسمتها لنا بالكلمات، وخليتنا نشوف يعني ملامح فاتنتك كما تراها أنت، والله أعلم كيف فيه إنما كما تراها أنت وكما صورتها لنا في هذه القصيدة بشكل عذب وجميل. جميل، قصيدة رائعة أهنيك عليها، ومعدنها الوفاء للي ملكها يعتبر ثروة، وأنت ثروة من ثروات شبوة الشعرية. شكرا، بالتوفيق. شكرا للأستاذ محمد سالم الأحمدي. نستمع الآن إلى رأي الدكتور مسعد مسرور. أهلا وسهلا بالشاعر عدنان عبد الله الهيك. لا فيك. العنوان فاتنة. العنوان اختيارك كان جيد لعنوانك، لخصت محتوى القصيدة. هذا العنوان لخص محتوى القصيدة. فأنت يا عدنان شاعر رومانسي جميل، أنت أيضا شاعر حساس، شاعر غزلي. أنا عجبني هذا البيت: وشفتها الرفيعة كأنها عناب، في عناب، وبسمة ثغرها عالم من الإحساس. أنت يعني حبيب يا بصراحة أنت قلت شيء في حاجة في داخلك. احنا قدنا شيبان يا عدنان، دخلتنا في متاهات العشق أنا قلت إذا غابت بقايا عطرها في دارها. إيش هذا الكلام يا عدنان؟ وطيب أنفاسها له في زوايا لم يمكن حكوة. إيش معنى هذا الكلام؟ حكوة حكاية. حلاها ماء، والماء النقي هل يوم شفته راب؟ ما يروم، يعني تحول لهريب. ومعدنها الوفي للي ملكها يعتبر ثروة. وين هي هذا يا أخي؟ وعالم حسنها أكبر من الأسماء والألقاب، وبحط صوتها يلا جعل روحي لها فدوة. قصين الورد، هو دائما في أغاني بعض يقول قصين البان. قصين البان صح. أنا كنت توقعت بتقول قصين البان، ولا كنت قلت قصين الورد. حتى لبسك يا عدنان لبس متناسق، الحبية، المعوز، القطرة، هي أنت شبوة بمعنى الكلمة. نعم. حياك الله وأتمنى لك التوفيق. شكرا للدكتور مسعد مسرور. نستمع الآن لرأي الأستاذ فهد الخليفي. حياك الله عدنان. طبعا إذا قلت لك البيت الفلاني يعجبني فأنا أقصد القصيدة كلها، يعني بجميع أبياتها. مثال للتوضيح الإبداع: إذا قريت البيت الأول والثالث أو العاشر أو والأخير تتكون لك قصيدة. مثال: قصين الورد من لمسة أصابعها الرقيقة ذاب، وملمس كفها ذوب مفاصل دلة القهوة، ملامح وجهها الساحر. برغم أني شوف في وسط القصيدة تمام، ملامح وجهها الساحر تريح القلب والأعصاب، وعذب إحساسها للخاطر المكسور به سلوة. البيت الأخير: وعالم حسنها أكبر من الأسماء والألقاب، وبحط صوتها يلا اجعل روحي لها الفدوة. طبعا القصيدة إذا أتيت بالبيت الأول أو الأخير أو الوسيط الأوسط كلها تعتبر قصيدة. طبعا مثل ما يقول نزار قباني، أنت تقرأ نزار قباني أو كذا، فأنا أقول أنك نزار مدينة حبان، وأنت أفضل من يمثل مدينة حبان التاريخية. وفالك البيرك. شكرا للأستاذ فهد الخليفي. نستمع الآن لرأي الدكتور ناصر العيشي. أهلا بالسيد عدنان. القصيدة جميلة في مفاصلها جميعها، والاستهلال فيها أجمل شيء،
قصين الورد من لمسة أصابعها الرقيقة ذاب، وملمس كفها ذوب مفاصل دلة القهوة. أولا قصين هو تصغير لقصن، والتصغير في اللغة العربية هو للتدليل والتدليع والتحبيب، وأنت عندما بدأت لم تقل قصن وإنما قلت قصين، وفي هذا جعلت المحب أقرب إلى قلبك بتحبيبه وتدليعه. من لمسة أصابعها الرقيقة ذاب، وملمس كفها ذوب مفاصل الدلة. أنت ذوبت الجميع بهذه القصيدة وليست الدلة. نعم، منذ البيت الأول. الصور التي أوردتها منها صور تقليدية، مثلا مفاصل دلة القهوة، مهرة يعربية، وسلكت في بعضها إلى صور حديثة، وخصلات الشعر نسمة دلع كأنه في مهب الريح راية تعتلي ربوة. أنت خرجت عن هذا لو كنت متأثرا بنزار قباني الذي يقول في قصيدته: والشعر الغجري المنثور يسافر في كل الدنيا. تمام؟ يعني جميل، معنى جميل، وأنت أيضا في معناك هذا جميل بحدود علمك وثقافتك الشعرية. وهنا وشفت الرفيعة كأنها عناب في عناب. في بيت شعري يقول في عجزه: وعضت على العناب بالبرد، وأنت جئت بهذا المعنى، وهذا شيء جميل. يشابهها ملك عملاق يمشي واثق الخطوة. أيوة، ناجي إبراهيم له قصيدة تغنيها أم كلثوم: واثق الخطوة يمشي ملكا. يمكن أنك أنت سمعت بها هذا، وأتمنى أن تسمع من القصائد الجميلة والعذبة. القصيدة كلها مسبوكة سبكا إيقاعيا وزنيا متميزا، وقوافيها كلها متواترة وعلى نمط موسيقي واحد. أتمنى لك التوفيق يا سيد عدنان. شكرا لجنة التحكيم. تحية لعدنان الهيك من حبان، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.